السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ الله يسعدكم يا رب. بالبداية نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ردة فعلي على مباراة ريال مدريد ضد لايبزيغ في إياب دوري أبطال أوروبا. شوف يا إخوان، نتيجة الذهاب خلصت 1-0، يعني في مجال صراحة ريال يطلع، ولكن صراحة يا إخوان أنا ما بعتقد وحاسس راح تخلص بنتيجة 3 أو 4-0، لأن المباراة في أرض الريال وفي ملعب لايبزيغ انمزعوا 1-0. كيف هسه في أرض الريال؟ والله لا ياكلوهم أكل. المهم يا إخوان، ما بديش أطول عليكم، لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة، وعلقوا يا إخوان تحت، ما تحضر وتظلك ساكت. ولا يا إخوان هذا الحكي برفع الفيديو، وأنا أصلا بحب أشوف تعليقاتكم، يعني ما بحبش أنزل فيديو زي هيك وشوف هيك العالم بس تتفرج، والله ولا حدا علق ولا حد سوى. فلو سمحتوا يا اخوان تفاعلوا معنا، ويلا خلينا نفوت على ردة الفعل. يا عيني روح المرتدة، هيها المرتدة، هيها هنا العب. يا زلمة هذول بدهم يضيعوا. كم فرصة مفكرين راح تجيكوا عشان تضيعوا يا زلمة؟ كم فرصة راح تجيكوا عشان تضيعوا؟ استغلوا من الفرص اللي بتجيك يا زلمة. لحاله والله، لحاله الله يخزيه. لا وبتفنن الاخ، بتفنن قاعد. يلا يا اوبندا، يلا يا اوبندا، يلا يا اوبندا، يلا يا اوبندا، يا اوبندا، يا اوبندا، يا اوبندا. يا اخوان شو بصير؟ ثالث فرصة او ثاني فرصة، الاولى تسلل. دفاع الريال اليوم شوارع، او لهسه خلينا نحكي لانه لسه يا اخوان 15 دقيقة بس. دفاع شوارع يا اخوان، شوارع. يا الله ما اسهل انه لايبزيغ يوصلوا لهسه. مستغرب انا بصراحة يا اخوان، يعني مش معقول 15 دقيقة 3 فرص او فرصتين خطيرات لهي الدرجة. اشي جميل الصراحة. 20 دقيقة يا اخوان صراحة الوضع غريب شوي، يعني توقعت سيطرة من ريال مدريد، الفرصة تكون ريال مدريد، لا هسه شيء قاعد العكس. مرتدات خطيرة من لايبزيغ، وريال مدريد قاعد تنقطع منه كرات يا اخوان غريبة من فالفيردي ومن تشاوميني، يعني في نص الملعب في اماكن حساسة كثير. غير انه ما في ضغط وما في حده، تحس اللاعبين داخلين وخلص احنا عارفين انه فايزين، ولكن هذا مؤشر خطر على ريال مدريد. اذا بدكم امثالكم زي هيك يا ريت يعني، بس ما اعتقد. حس فيها لسعه يا اخوان من لايبزيغ وبعدين ريال مدريد يشتغل. يا بطي مقواه يا اخوان. في نص يا اخوان في المساحات الضيقه سفاح خرافي. هذا الحكي بيعمل فارق. عندنا يا اخوان، عندنا في برشلونة هذا الحكي مش موجود، ولا جناح بيقدر يعمل هيك. ممكن لامين يامال بس لساته صغير ونستنى عليه يتطور افضل من هيك اكيد، يعني ما بنستناش منه 100 شغله ولسه عمره 16 سنة بس. شوت شوت شوت. اوه الله يخرب بيته. هذا وبندا انت والله العظيم يا اخي اقسم بالله، والله حرام، اقسم بالله حرام. انا فكرتها جول، فكرتها جول. خلص الشوط الاول يا اخوان، صراحه الشوط للنسيان من ريال مدريد. والله العظيم يا اخوان انا صار لي فتره بقول لكم انه في مستوى متراجع. انتم بتحكوا لي المهم قاعدين بنفوز مش بنفوز. يا اخوان الشغله مش بالفوز. قبل الفتره اللي قبل تعرفوا كان ريال اداء ونتيجه، حاليا في نتيجه تمام وما في اداء. بس هذا الحكي يا اخوان اذا استمر بطل لا في اداء ولا في نتيجه. انت تخيل انكم ما شطوش ولا كرة على المرمى. وبصراحة يا اخوان كمان شو الواحد بينام في المباراة يعني. وشو التشكيلة الغريبة اللي دخل فيها انشلوتي يا زلمة؟ فينيسيوس لحاله بالهجوم. ما الصراحة يا اخوان انا بحط الحق برضو على في هذا انشيلوتي. يعني انشيلوتي انت داخل فينيسيوس بس، وين رودريجو وين ابراهيم دياز وين؟ ليه يعني اصلا انت يعني متحفظ دفاعيا؟ ترى كل اللي يجيبهن جول واحد انت في مباراة الذهاب. فصراحة يا اخوان في علامات استفهام كثير صار عليكم اخر فترة، وما بتعرف يمكن شدوا حالهم كثير بالشوط الثاني ويجيبوا هدف هنا. انا بشوف صرت بيلي كثير. بنروح نرجع لكم على بداية الشوط الثاني. يا اخوان فكرتوا بحكي جد ضربة جزاء، فكرتوا والله العظيم بحكي جد. وشو ضربة الجزاء برا هاي عصام الشوالي؟ مين اللي بيشوط؟ هو ميسي اللي بيشوط عشان تقول هي ضربة جزاء؟ مش راح تيجي كمان يعني. اولمو ترى يا اخوان هو جيد بس مش راح يجيبها بالاخير. شايف؟ ما لنا ابو عصام، ابو عصام شو هاي ضربة جزاء؟ لا بدي كذا. مين اولمو اللي بيشوط؟ قبل دقيقة كان منيح شوي يعني. معقول يا اخو والله انا زبت حالي وانا بستنى. ها يا ابني يلا. ولكم بعدين اقسم بالله العظيم اذا هسه ما فازوا على ريال مدريد، اذا هسه انتم في هيك مباراة ما خسرتوا، متى يعني يخسروا؟ متى يجي حد يفوز عليك؟ ومتى كذا يا زلمه؟ شو هذا يا لايبزيج؟ بيهجم على الفاضي يا زلمه قاعد.
حسبي الله فيك يا أوبندا، أنت حيوان لحالك مضيع 650 فرصة. شوط أنت كمان، شو أي يا زلمة، أي حدا يشوط يا زلمة. الله أكبر، راحت مرتدة. بس بدري إنه نحكي إنه هاي حتكون خطيرة صح؟ إلا إذا حاول. الله أكبر عليك يا زلمة، يا زلمة يخرب بيته على هيك دخل وعلى هيك باص يا زلمة. والله العظيم يا اخوان، والله انا بديش احكي حرام، ما بدي احكي حرام لانه خلص هي مرتدة تمام. بس لايبزيج يا اولاد النايمة شو ضيعتوا؟ لايبزيج الله اكبر عليك وبس، الله اكبر عليك وبس يا شيخ. شايف؟ قطع الطابة، قطع الطابة، انت محتاج هي باص كروس طلع فيها بلينغهام، فينيس موجود، يعطيك العافية. مرتدة كاملة، صار تحرك خرافي، الباص خرافي، الانهاء خرافي. والله طب ليش هيك يا زلمة؟ الافريقيا بتصير قدامكم تيوس وبيضيعوا يا وبندا كلب يا وبندا، ان شاء الله اليوم الاسهر ودي عليك يا زلمة. مع اني متوقع تفوزوا بس ما بعرف، ما بتضايق انا زلمة اذا بتجيبوا جول، انا زلمة بتضايق. شوط من هون، موافق انا. ولكم يلا شوط 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 شوط. اقسم بالله العظيم مو منطق اللي بصير، ورب العباد مو منطق اللي بصير. يا لبزق يا ولاد النايمة، مش عارفين تجيبوا جول واحد؟ جول واحد، جول واحد من 950 فرصة. روحوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. شو يا رودريجو، شيل طبتين مع بعض. يلا الجول، هي الجول، هي الجول. يا عيني يا عيني الرد السريع. بس بعد شو يا زلمه، بعد شو، هلكتوا اللي لفظنا يا زلمه، هلكتوا اللي لفظنا. حلو 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 حلو. اشعل المباراه، اشعلوها يا شيخ، اشعلوها المباراه يا عيني عليكم. طلع طلع ما عندك يا حبيبي، طلع ما عندك، بنطلع ما عندنا. هيك قاعد بقول لك لايبزيج بعد ما ضيع 600 فرصه. شوف الرأسية، شوف يا كبير. والله يا اخوان صراحة رأسية جميلة، والله رأسية جميلة. ناتشو يا اخوان، ناتشو يعني، ترى لو تلاحظوا انه كل ما يكون ناتشو بيغلط، كل ما يكون ناتشو بيغلط. هذا الحكي ما كان زمان، بس شو مستواه صاير زي هيك. اكلنا هوا اذا ولدي فالفيردي لا ما يشوطش. يخرب بيته مقبرة رجله، يا الله مقبرة رجله. شو قذيفة بتطلع من رجلي، قذيفة. بغض النظر انه صاد راس مشجع يعني، بس قذيفة والله اللي بتطلع من رجلي يا اخوان. خلصت المباراة يا اخوان، مبروك. لا عن جد يا اخوان، الف مبروك تأهلكم لدور ربع النهائي للمرة 99 على التوالي يعني. بس يا اخوان انا حاب اسألكم سؤال، شو رأيكم في اداء ريال مدريد حاليا؟ هذا سؤال لكم يا المدريدية، وهل بتشوفوا يعني او لوين راح توصلوا؟ وبس يا اخوان، بالنهاية لا تنسى تدعمني باللايك والاشتراك بالقناة، ولو تقدر تشارك الحلقة لصاحبك، ما تشارك الحلقة لصاحبك صح؟ خلاص ماشي، ما ضل اشتاق حالي. السلام عليكم.